الله يمسيكم بالخير ويسعد أوقاتكم. اليوم نكمل سوالفنا بالحلقة العاشرة من رحلتي عبر الزمن. وصلنا بيت دريعي بعد غياب الشمس. دخلت وسلمت عليه ورحب بينا الرجال خويش الترحيب، ومباشرة أمر بالعشاء. وبعد العشاء سألني من وين والوين. قلت له يا سيدي أنا من حلب وجاي لعندكم بغرض. قال يا حلت بركب جيتك ويا حياك الله، وطلبك مقضي بعون الله، بس من عوايدنا الضيف يقعد 3 أيام وياخذ واجبه بعدين يقول اطلبوا. قلت له السمع والطاعة. قمنا نمنا، وثاني يوم كتبت مكاتيب للشيخ إبراهيم والموسى الوردي، وأعطيت المصطفى الجمال وتيسر وراح على القريتين. وقعد تاني ودريعي تسولف. أدريعي كان جريء وكريم وصاحب نخوة وشيمة، عمره حوالي 50 سنة، أسمر السحنة ولحيته كوسة ورشته زينة، وكل شيء سمعناه عنه صحيح. عنده ولد 2، الكبير اسمه سحن والثاني اسمه سعدون. ولده الاثنين مجوزين وساكنين معاه بنفس البيت، وبيت دريعي بيت كبير أكبر من بيت مهنا الفاضل برتين. وقبيلته أغنى من كل القبائل اللي شفتها، عندهم كثير من الحلال غنيم وبعارين، وعندهم كثير من الخيل الأصايل. قبيلته ينقالها أرولة، وتحويلها على 5000 بيت، عدا العشائر تنقاد تحت شوره. طبعا العشائر هاي ينقادت تحت شوره، بعضها فرض وبعضها محبة وبعضها خوف. دريعي رجل قد حاله وما بحد بقده بكل هالعربة، وكل شيء سمعناه أولي عنه صحيح وزود ذات. شفنا زود من الشيء اللي سمعناه. والحسن توفيقي ما كان عنده كاتب، وهو شافني لما كتبت المكاتيب دزيتها مع مصطفى الجمال للشيخ إبراهيم والموسى الوردي، فصار كل ما يحتاج له ورقة أو مكتوب يسخر لي بيها. فانتهت مدة 3 أيام، وقلت له يا شيخ بدة إكرامنا انتهت، فريد الرحيل. فقال والله يصعب علينا رحيلكم ويصعب علينا فراقكم. قلت له والله واني زاد، وسبب جيتي عليكم اني كنت رايح لبغداد، الامر ضروري، ومريت عليكم وحسن ضيافتكم وطيب مضيافكم وطيب معشركم، والله لساني شغلي، يعني والله تمنيت ان اكون من عشيرتكم. فعجبوا كلامي وارتاح الحكي، لانه انا طول فتره ال3 أيام حاولت اني ابين كل شيء طيب عندي، وكل شيء اقدر اساعده به اسويه وسويته، وكنت احاول احببه بمعشري وادخل بعقله، والحمد لله صار هالشيء. فقال يا وليدي والله بهال3 أيام ما شفت منك الا كل طيب وكل سالفة طيبة، ورايك رشيد وعرفك زين ومعاشر عربان وتعرفهم جزيرة وشامية، وانا مثل ما انت شايف مكاتبي كثيرة ولازمني كيتب، خليك عندي كيتب وظل مع عربنا وتصير منا وبينا. انا هذا الرايد وهذا مطلوبي، ومطلوبي صار. قلت له مثل ما تريد واني بأمرك، انت عليك القول وانا علي السمع والطاعة. طبعا انا كنت عارف بنيته انه يريد يخلي البيوت والنسوان عند فحل الخليل امير بن سعيد، ويقطع الفراه ويروح خيل وركب يغنم جماعه مهنا الفاضل ويرد. فباعتباره عرف هالسالفه قلت له شيخي عندي راي اذا تسمح لي. قال انا خليتك عندي اسمع رايك قول. قلت له باعتبارك قريب على الشاميه وحياتك ما نزلتها، اشوف السنه لازم تجرب الشاميه وتقضي القضاء هناك بالشاميه، وبس صار الخريف ترجع مشرج مثل باقي عشائر عنزة. فبهاي الطريقة أنا شايف أنه تكون قهرت عدوك وضايقته بسكنتك بالشامية. هذا من طرف. من طرف ثاني مكسبك للهدايا تجيك من القراية وعشائر العرب بالشامية، أو وبعدين تشوف البادية السورية ويصير لك اسم بالديرة، وبس صار الخريف تكون استفاد هاي الشغلات وترد مشرج لديرتك. قال والله ونعم الشور هالشور، بالله شور طيب. ثاني يوم نبه على الرحيل بعد طلوع الشمس. والله صار طلوع الشمس كانت كل العرب جاهزة للرحيل. مش الرحيل ومش ابنه سحن و50 خيال بول الرحيل، وراهم الشيخ دريعي بن شعلان راكبوا فرسه وركبني على فرس كحلاوية، ومعانا 500 فارس وضعن ورانا مثل الجراد. وكان أكثر النسوان راكبات الهواجر المجوخة، ومرت الشيخ دريعي وكناينها بالهواجر المجوخة، والعبدات داير ما يدورهن، والعبيد كل من معاه ذلول وعليه خرج مليان خبز وتمر ويوزعون على كل جوعان. وصلنا شط الإفراء، المكان ينقال له الحلاجة. بتنا بالحلاجة، وثاني يوم شال الرحيل وطبينا الزور. قام استقبلنا بالزور الأمير فحل الخليل ومعاه 100 خيال من بني سعيد، وصار لعب الخيل وصار الانشراح وكيفهم شوفت بعض. رحنا عاد تعشينا عند فحل الخليل بصاحبة دريعي وولد دريعي سحن وسعدون، ومعانا أخو دريعي فجر.
هذا أكبر من دريعي، أكبر عمر، مو له قدر ولا قيمة. قيمة دريعي شغلة كبيرة. وكان معنا حوالي 100 خيال. وبعد العشاء رجعنا على بيوتنا، وثاني يوم قطعنا الفراب جمال ودخلنا الشامية، ورحنا مغرب نزلنا بمكان ينقال له الطافح من حكم حلب. وبعد ما نزلنا بيوم جانا مكتوب من هن الفاضل، قال اقرا لي المكتوب. قريته وكان بعد بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم من مهنا الفاضل إلى دريع بن شعلان، سمعنا أنك قطعت الفراب ونزلت الطافح وتريد تتقدم لديرة آبائنا وأجدادنا. ترى مو كل طير ينشال لحمه، ترى عندنا جيش لا ينحصى ولا ينعد، وورانا حكام العثمانيين، وورا ظهرنا وزراء أقوياء ما يتعادون. أنسب لك ترحل أنت وعربك وتكسب حالك وتكسب رجالك، وإذا طمعت وعاندت ترى راح تشوف شيء ما يسرك، وترى بحول الله ترجع مكسور ومدحور. التوقيع مهنا الفاضل بن ملحم. دريعي صار يطلع من عيون شرار من كثر ما انغث برسالة مهنا، فقال يا فتح الله جيب قرطاس واكتب بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهو على كل شيء قدير، من دريع بن شعلان لمهنا الفاضل. وصلنا مكتوبكم وتهديكم الفاضل اللي ما يوزن عندنا حبة خردل. واعلم يا مهنا انه لابد من هدم بيتك وتنكيس رايتك وتطهير الارض منك ومن ابنك كلب الروم. يوم تقول هاي الارض ارض اهلك وارض اجدادك، السيف هو القاضي ويشرع من هاي الارض. ويكون بعلمك من اليوم نحرك ركابنا ونحرك جيشنا لحربكم، كونوا على حذر ترانا اعلنا عليكم الحرب. التوقيع دريع بن شعلان. فبلش دريع يجهز الاعتاد ويجهز الرجال مشان الحرب. قلت له يا شيخ اذا تسمح عندي راي اريد اقوله. قال قول. قلت له هاي المنطقه منطقه مهنا الفاضل وانت غريب عنها، ومهنا الفاضل هو اسمه بيت العربان، وبيت الملحم هو تاريخ، وكل العربان تحب مهنا الفاضل، رجال كريم وكل الخصائل الطيبه به. بس عمايل ابنه هي اللي خلت الناس تسولف هالسوالف على مهنا. اخاف اذا صارت الحرب القبائل ترجع لمحبتها لبيت الملحم، فيصيرون عاد بيت الملحم والعربان الثانيه والعثمانيين طرف وانت لحالك بطرف. فأنا شايف إنك تكاتب كل العربان وتقول لهم إنك جاي تنكس راية بيت الملحم، واللي معاه يرحل بعربه ويجي يسكن جنبي، واللي معاه مهنا الفاضل يرحل بعربه ويروح يسكن حوالي مهنا الفاضل. وبهذا الشيء تعرف عدوك من صديقك، وبعدين وازن ميزانك واعرف شغلك. عجبه هذا الشور وقال بالله إنك صاحب تدبير. فمباشرة قلت له لا بالله أنا ما عندي من التدبير شيء، أنا زلمة غشيم، الشور والتدبير عند معلمي. قال منو معلمك وينه؟ قلت له معلمي اسمه الشيخ إبراهيم القبرصي، حاليا موجود بالقريتين، هذا هو صاحب العقل والتدبير وصاحب الشورى الطيب. قال مباشرة اركب لك 100، اركب مع 100 خيال وروحوا جيبوه تعالوا. فقلت له لا يا شيخ حاليا خليه بالقريتين، بس قربت عربك للقريتين نجيبه. فقال دريعي مثل ما تريد، بس هسه جيب ورقة واكتب. فكتبت 10 مكاتيب، مكتوب للدوخي ابن سمير أمير ولد علي، ومكتوب للسلامة ابن نجر شيخ بني صخر، ومكتوب لدغيم ابن علي شيخ السرحان، ومكتوب الباني ابن مهيب شيخ بني خالد، ومكتوب الدراك بن معجل شيخ الرفاشة، ومكتوب السلطان البراق شيخ العمور، ومكتوب السلامة النعسان شيخ الفواعرة، ومكتوب العلي بن نجد شيخ بو حرب، ومكتوب السعدون شيخ البقارة، ومكتوب القاسم الوكبان شيخ الشمسي. الشيخ دريعي خذ المكاتيب وكل مكتوب اعطاه الخيال ودز الخيالة بمكاتيب من الشيوخ. ثاني يوم رحلنا مع دريعي مسير 8 ساعات، وصلنا المكان اسمه الشومرية شرجي حماه. شرجي حماه ب3 أيام، سهل كبير وعظيم شان استقبال القبائل اللي راح تجي. وبعد كم يوم بلشت تجينا المراسيل من القبائل، والقبائل كلها سكنت عاد بجنب دريعي، الا الامير دوخ بن سمير امير ولد علي اتعذر وقال اني لاني معك ولاني مع مهنا ومشغول بحالي وبديرتي. وجواب الشيخ سلامة بن نجر شيخ بني صخر نفس جواب الامير الدوخي. الا الشيخ قاسم الوكبان شيخ الشمسي هذا سكن جنب المهنا بسبب القرابه بينه وبين مهنا الفاضل، والقبائل ال7 الباقيه كلها سكنت حوالي دريعي. وجم شيوخ القبائل وكابرهم سلموا على الشيخ دريعي واستقبلهم خوش استقبال وخوش اكرام. وكان دريعي راس الجواسيس يجيبون اخبار مهنا، وجدت الاخبار من الجواسيس انه عرب مهنا خايفين وناصر رايح على حماه يستنجد بالحكام تجيب عساكر العثماني. وبعد 4 أيام ركب دريعي وجمع القبائل اللي معاه، وكان تعدادهم 6000 خيال كلهم رماح، و1000 ذلول مرد فيهم، كل ذلول راكبين 2،
شايلين بواريد فتيل، ومشى دريعي بكامل ما ذكرت، ونبه العربان انه ترحلون تلحقونا بعد يومين، الحقوا مثرنا. ويقصد دريعي ان العربان تكون مقصد انه تكون العربان قريبه منهم، وبعدين عادات العرب اذا اهلها حواليها تصير تحارب الشراسه. فحسب اوامر دريعي رحله العربان ونزلت بمكان ينقال الطامه، يبعد يومين شرجي حماه. ومن بعد 5 ايام روح دريعي وجموع جت البشاير ان دريعي انتصر على مهنا. ومن بعد البشاير جمع عربنا منصورين وغانمين جمال وغنيم وخيل وكل شيء. ومن عادة العرب الرجال اللي ما طلعت على الغزو العذر، يعني يا ما عنده سلاح يا مرضان يا عنده ظرف معين، هذول يتلقون الغزايا او عاد العرضة يا خيرين العرضة. العرضة هاي عادة عندهم، الغزايا ينطونهم عاد، كل واحد ياخذ له بعير وياخذ له نعجة، ياخذ له قطعة سلاح، ياخذ له بلبوس، او تلقوهم العرضة وكل من خذا نصيبه. وصلنا دريعي وكبار القبائل اللي راح معاه سلمنا عليهم وصاروا يحشونا على المعركة. يقولون بعد يومين من روحتنا من هين وصلنا عرب مهنا، وكان مهنا حاشي الجيش من العربان بكثر تعدادنا واكثر، وصحنا عليهم بالصوت وشد الحرب بيننا. شد الحرب بيننا وبينهم من الصبح للمغرب، كسرناهم وطفشهم هم ونزلهم الغرب العاصي، وغنمنا عاد حلالهم، غنمنا كل شيء عندهم او جينا. ومن ولد مهنا ما كان حاضر غير فارس المهنا وسحن ابن دريعي غان مفروس الفارس المهنا، ولا ناصر المهنا ما كان حاضر، كان بحماه. ضج الخبر بكامل البلاد ونزل الخوف به الحماه وحكامها، ونزل المهنا الفاضل الحماه وحكى الحكام وحطهم صورة الواقع وطلب منهم الفزع مشان يضرب دريعي وجماعته. بعد 5 ايام جم رعيان دريعي يصيحون جون الروم وقوموا مهنا جون الروم، وصار الضجة بعربنا وصار الصوت يصيح الخيل يرباب الخيل، الخيل يرباب الخيل. بلمح البصر ركبوا بالخيل وفزعوا، وصارت معركة قوية أقوى من المعركة الأولى بين جماعة دريعي وجماعة مهنا الفياض والعسكر. وصار الليل وما عاد حدا يعرف الصديق من العدو، فكم عن بعضهم. انهزموا عرب مهنا والعسكر وماخذين معاهم طرش من طروش دريعي. انشتل من جماعة مهنا والعسكر وانشتل من جماعة دريعي. اللي انشتل من جماعة دريعي 12 واحد، من ضمنهم ابن أخت دريعي وكان فارس من خيرة الفرسان. وزعلت كل العرب على شتلة ابن أخت دريعي. وسحن ابن دريعي بالحيل زعل على ابن عمته، وظل 3 ايام ما ضاقت زاد من زعله، وحلف انه راح يقتل ناصر وياخذ بثار ابن عمته.